نتعرف على تقييمات لعيبة الأهلي في مباراة حرس الحدود. حسبي الله ونعم الوكيل في كل واحد في إدارة الكورة في النادي الأهلي، متردد حتى الآن في اختيار المدير الفني الأجنبي. حسبي الله ونعم الوكيل في كل واحد اختار التعاقد مع خوسيه ريبيرو. حسبي الله ونعم الوكيل في كل واحد وافق إن لاعب يكون بياخد 60 مليون جنيه في السنة ولاعب اللي جنبه بياخد 15 و8 و7 مليون. حسبي الله ونعم الوكيل في إدارة الكورة الفاشلة في النادي الأهلي، اللي لا عارفة تجيب مدرب ولا عارفة تجدد عقود لعيبة ولا عارفة تضبط الفرقة ولا عارفة حتى تعمل أي حاجة في أي حاجة. إدارة فاشلة بمعنى الكلمة. إدارة وصلت النادي الأهلي للموقف اللي احنا فيه ده. الأهلي بيلاعب فرق صغيرة، طبعا مش صغيرة في المقام ولكن صغيرة في الفنيات. فارق شاسع ما بين لعيبه الاهلي وحرس الحدود والفرق التانية المنافسه غير الحرس كمان قبل كده سيراميكا وغيرهم. ولكن نقول ايه؟ عشان لعيبه بتلعب من غير مدرب، عشان اداره فاشله مش عارفه تجيب مدرب، فالنادي الاهلي بيطلع عينه والجمهور بيتحرق دمه لحد ما يجيبوا جون. وبذكاء عماد النحاس كده، فرقه ناقصه، اللعيبه كلها تعبانه، حط بقى الكابتن بتاع الفرقه يلعب اساسي اللي هو محمد الشناوي الحارس. ازاي تيجي انت كده وتريح الشناوي؟ يعني بتزود التيم بله وتلاعب مصطفى شوبير. مصطفى شوبير 0/10. محمد هاني ده ما اسموش محمد هاني، ده اسمه هانيا. تروح تلعب مع فريق السيدات. ياسر ابراهيم الراجل الوحيد اللي في الملعب 10/10. ياسين مرعي كويس انه لسه راجع من الاصابه ولعب كده 7/10. مصطفى العش 6/10. اليو ديانج لو عاوز يمشي احسن بدل ما يقرفنا في الملعب. مروان عطيه 7/10. حسين الشحات 5/10. تريزيجيه كويس انه النهارده اتحمل المسؤوليه 8/10. طاهر محمد طاهر ده بيلعب واسطة والكل عارف كده في النادي الأهلي 0/10. جراديشار 5/10. أحمد رضا 7/10. محمد شريف ده لاعب مشطب كورة خلاص لازم يعتزل. عمر كمال عبد الواحد ملحقش يعمل حاجة. عبد القادر 6/10. عبد القادر أحسن من كل الأجنحة اللي بتلعب في النادي الأهلي بما فيهم بن شرقي 0/10 ولازم يمشي في يناير. النادي الأهلي بيغرق بسبب إدارته الفاشلة.